وأسامة بن زيد لم يعلم لا بموت النبي ولا ببيعة السقيف ولا بالهجوم على دار الزهراء إلا بعد أن جاءه كتاب فتحه فقرأ من خليفة رسول الله أبو بكر أبي قحافة إلى أسامة بن زيد. الخبر الأول المصيبة ما هو؟ أن النبي توفي. الخبر الثاني أنه أحسنت تقمصها ابن أبي قحافة، لأن أسامة كان في منطقة اسمها الجرف، وهذه المنطقة بعيدة عن المدينة نسبيا. ماذا فعل أسامة؟ ترك الجيش معسكر ورجع للمدينة مباشرة. أين ذهب؟ إلى بيت أمير المؤمنين. سأل أمير المؤمنين، قص له ما جرى. هذه قضية ما تعرفوها. أسامة قال له أنا الآن أرجع، تعطيني إذن أرجع وأدخل بالجيش المدينة، ساعة واحدة أنظفها المدينة. شوف رقي أمير المؤمنين عليه السلام، موقف العلوي العظيم. قال لا أكون أول من بدل سنة رسول الله. ليش؟ لأن غاية أسامة عقدت لحرب الروم، وعقد النبي الراية بيديه الشريفتين. أمير المؤمنين قال لو قلت لك ارجع بالجيش للمدينة أكون أول من بدل وغير. قال لا. قال تقبل بهذا؟ قال أقبل ولا أكون غيرت سنة رسول الله.